الناس اللي اقتحموا القرية مش جايين يزوروا ولا يتفسحوا، دول جايين مخصوص علشان يخطفوا يورو. فبتقول بسرعة لازم نخفي يورو حالا، مفيش ثانية نضيعها. وفي الناحية التانية الجثث كانت مالية المكان، ويورو ودانجي بينطلقوا بأقصى سرعة. وأول ما 2 من الجنود بيقفوا في وشهم، يا حبايبي ما لحقوش حتى يقولوا استنى في ثانية. بعدها بيوصلوا لتمثالي حراس القرية، ويورو بيفتح باب سري مستخبي جوا واحد منهم، وكل اللي بيدور في دماغهم لازم نوصل لآسا قبل ما يحصلها أي حاجة. لكن المصيبة الحقيقية لسه جاية. وفجأة بتظهر بنت غريبة واقفة قدامهم بمنتهى البرود، كأنها مستنية أوبر مش داخلة تدمر أوريا. وبلمح البصر، يا ساتر يا رب، البنت دي بتحرك إيديها حركة صغيرة جدا، والناس بتتحول لأشلاء واحد ورا التاني وكأنهم ورق بيتقطع بالمقص، وبتخلص على الكل بمنتهى الهدوء لدرجة إنها بتقتل الأم قدام بنتها الصغيرة ومن غير ما يرمش لها جفن. بس المدهش إن عندها مبدأ غريب